وغنفضح هاد الناس اللي كيديروا هاد الاشياء داونا لواحد الدار كتحس راسك بانك في واحد الخربه حتى الحيوان ما يسكنش فيها، كتدخل طواليت اي واحد يقدر يدخل عليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي تحياتي لكم، أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما وعدتكم الإخوان باش ندير لكم الجزء الثاني من القصة الأولى اللي بديتها، كيفاش جيت من مدينة ساو باولو حتى الجنوب ديال البرازيل. إذا الإخوان نكملوا على القصة ديالنا، خليناها فين قلت لكم راه الشركة قطعت لي البيي وقالت لي راه غتلقاو لك ناس تما في ريو غراندي دو سول. ملي غتوصل تماك قطعت لي الشركه واحد البي في الكار، حيت كان واحد المسافه اللي بعيده ما بين ساو باولو وريو غراندي دو سول. وهاد المدينه اللي انا فيها ما كتقدرش تجي لها ديريكت، خاصك تجي من مدينه ساو باولو حتى لبورتو اليغري اللي هي عاصمه ريو غراندي دو سول، ومن تماك بورتو اليغري كتبقى لك واحد الساعه ونصف كتجي لهاد المدينه اللي انا متواجد فيها حاليا. قطعت لي الشركه البي مع الشركه ديال بينيا 480 ريال، انا ما خلصت والو، ولكن قبل كانوا تفاهموا معايا ملي غنوصل هنايا غيهزني السوبرفيزور وغادي يديني للاوطيل غنجلس فيه واحد السيمانه، وهذا الشيء كتخلصوا الشركه. هما متفاهمين مع اي شخص كيجي هنايا انه يبقى في الاوطيل الاسبوع حتى يقاد الامور ديالو، لانه كيكون جديد هنايا وما كيكونش عارف الاماكن، والاغلبيه ديال الناس اللي كيجيو هنا ما كيكونوش عارفين البرتغاليه. تكلم معايا واحد الشخص في الشركه اللي كنت في ساو باولو تما عندهم، صراحه شرح لي الامور، قال لي ها الحقوق ديالك اشنو دير اشنو ما ديرش، وكان كيتكلم معايا بالانجليزيه لانه كيتكلم الانجليزيه والبرتغاليه وانا ما كنتش كنتكلم بزاف البرتغاليه. شرح لي كل شيء وكتب لي واحد الميساج وترجموا لي، وعطاني السميه ديال السوبرفيزور اللي متواجد هنايا، وقال لي الا ما فهمتش شي حاجه راه السوبرفيزور تماك غيعاونك. جيت هزيت الحوايج ديالي، ولكن كان وقع لي واحد المشكل قبل اللي وقع لي. مشيت درت لهاد الانتريفيستا، من بعد دازت غير واحد اليومين عيطوا لي باش ننتقل للجنوب. المشكل قبل ما يعيطوا لي بنهار كان خصني نخلص الكرا، خلصت الكراء لانني ما كنتش عارف واش غيصونيو لي اولا ما يصونيوليش. وملي صوناو لي خلصت شهر ديال الكريا في ساو باولو، كنت خاصني نسافر للجنوب، وبقيت كنطلب في هذيك مولات الدار واخا تردي لي غير واحد 300 او 400 ريال، راه ما غاديش نبقى هنا راه غنسافر. قالت لي راه ما نقدرش نرد لك الفلوس دابا راه كليتهم، صدقت خلصت تقريبا شي 500 ريال ديال الكريا. من بعد هزيت الحوايج ديالي وجيت هنايا، سافرت بالبيس لواحد المده ديال 19 ساعه ونص. اللي وصلت لبورتو اليغري سافرت عاوتاني ساعه و30 دقيقه. على اي ملي وصلت المفاجاه، ملي وصلت الاخوان هنايا كانوا جاو معايا واحد جوج ديال الافغانيين جايين من ريو دي جانيرو، وجايين معايا واحد 3 ديال الافارقه. ملي وصلنا للمحطه عندهم واحد الطرونسبور هزونا فيه، داونا لواحد الدار ساكنين فيها بزاف ديال الكرايه منهم الهايتيين، فيها الوسخ عزكم الله، البيوت مسخين، فيها لاميديتي، فيها الصداع بزاف، كتحس راسك بانك في واحد الخربه حتى الحيوان ما يسكنش فيها. الباب ديال الطواليت مهرس من تحت، ما عندوش اللوكي، كتدخل الطواليت اي واحد يقدر يدخل عليك. قال لي هذاك السوبرفيزور راك غادي تنعس مع دوك جوج ديال الافغانيين في بيت وحده. صراحه انا ما تقبلتش الوضع، كيفاش الشركه بساو باولو كتقول لي انت غتمشي تجلس في الاوتيل لمده اسبوع من بعد دبر على راسك في الكريه. اللي جيت هنايا هذا السوبرفيزور هذا اللي هو سوري، انا ما غنذكرش الاسم ديالو باش ما نقومش بالتجريح اولا بالتشهير بالاشخاص في الفيديوهات، لانني كنعاود لكم التجربه ديالي باش تستافدوا منها. على اي عطانا 100 ريال كل واحد فينا، وقال لنا هذه راه باش تمشيو للمركب تقطاو شي حاجه ما تاكلوا. اغلبيه ديالنا ما كانوش عندنا الفلوس بزاف، انا منهم حيت كنت خلصت الكريا بساو باولو وجيت ربنا خالقتني. اما هذوك الافغانيين صراحه كان عندهم الفلوس، كانوا هما بجوج خوت وداسين عندهم الفلوس، وحتى دوك الافارقه كان عندهم الفلوس. انا تصدمت بهذاك الواقع وما تقبلتش، حيت كتقول انا جيت باش نخدم مع المسلمين وكتلقى الطرافيك والكذوب. هزيت التليفون واتصلت بهذيك الصديقه ديالي في ريو دي جانيرو وقلت لها واش وصلت مزيان، واش داكشي هو هذاك. لا صراحه انا وصلت مزيان، ولكن صراحه كنت تفاجئ بان السوبرفيزور دانا لواحد الدار دايره بحال الخربه. المهم ملي عطانا 100 ريال قال لنا راه غتبقاو هنا واحد اليومين اولا 3 ايام وخصكم تدبروا على راسكم، والا بغيتوا تجلسوا هنايا راه خصكم تخلصوا الهايتيين تفاهموا معاهم
ولغى الاخوان لواحد الهايتي اللي كان كيخدم معاه في الذبيحه اللي ماشي مسلم، وكيشرب الاخوان قبل ما يدخل يخدم، حيت انا خدمت معاه. هو كيخدم في الصباح، انا كنت كنخدم في العشيه، وانا شفتو حيت ساكن هنا، مازال ساكن هنا في قريب حدايا هنايا. هذه واحد المده ديال 4 سنوات مازال هو ساكن هنا. دابا ما بقاش هو في الذبيحه، كيخدم اوبر. على اي حال انا ماشي سوقي فيه، وانما كنعاود لكم ان الشركه كتقول كلام، وملي جينا في الواقع لقينا واحد الاشياء ما عندها منطق، واحد الاشياء اللي لا علاقه. للشركه وعدتنا بالسكن في الاوتيل لمده سيمانه، والنفقات كل شيء عليها، اننا ناكل ونشربوا على حساب الشركه، والشركه هي اللي عطات الفلوس للسوبرفيزور. قالت له شوف تكلف بهاد الناس حيت هي اللي كتعطيه الفلوس. كيصدق السوبرفيزور ديال الذبيحه اللي متواجد حاليا ومازال كيخدم في الشركه، هز هذوك الفلوس ودارهم في جيبو وعطانا 100 ريال من الواحد، وقال لنا من بعد يومين خاصكم تخويو ونكمل لكم. اتصلت بهذيك الصديقه ديالي، ديك الصديقه ديالي حتى هي ما تقبلاتش، قالت لي كيفاش الشركه كتقول هضره وملي جيت تما كتلقى حاجه اخرى، يعني لا علاقه بالواقع. صافي قالت لي ما تبقاش تماك، غنشوف لك شي اوطيل. بقات كتقلب معايا، لقات لي واحد البوزاده اللي هي دايره بحال سكن جماعي، كل واحد كيكون عنده البيت ديالو، وكتكون الكوزينه مشتركه. قلت لها لا، غنجلس هنا معاهم واحد الليله غدا ليه. بقيت سولت بعدا هذا السوبرفيزور، قلت له واش كتعرف مغاربه اللي كيخدموا في الذبيحه نقدر نمشي نسكن معاهم؟ قال لي عطاني النمره ديال واحد المغاربه، اتصلت بهم من بعد وقالوا لي تقدر تجي تسكن معنا هنايا. ما غاديش نطول في هذا الفيديو بزاف، لانني الا دخلت في التفاصيل كيفاش درت سكنت مع دوك المغاربه غيطول الفيديو، غادي ندخلوا في قصه اخرى. هنايا كتنتهي الرحله ديالي اللي قمت بها من مدينه ساو باولو الى جنوب البرازيل. من بعد غنتكلم لكم ان شاء الله تعالى في فيديو لاحق اللي انتقلت وسكنت مع دوك المغاربه، واشنو هما المشاكل اللي وقعوا لي ملي سكنت مع دوك المغاربه، المشاكل اللي وقعوا لي في الشركه الافارقه. كان هذا كل ما في هذا الفيديو، وبهذا الشكل راه ساليت لكم الفيديو ديال السفر ديالي من مدينه ساو باولو حتى لجنوب البرازيل. ترقبوا مازال الفيديوهات ان شاء الله، مازال كاين قصص باش تستافدوا منها، باش حتى الناس اللي جايه هنايا ما يوقعوش في نفس الاخطاء وما تصدقوش بزاف. راه العرب هنا كيديروا بزاف ديال المشاكل، ومنهم يديروا بيزنس بيناتهم. ان هذا السوبرفيزور اللي كاين هنا كيخدم مع ناس في ساو باولو هما اللي كيسهلوا له كل شيء، وكيستغل المهاجرين وكيستغل الناس اللي جايين هنا جداد في الاعمال. مازال نفضح كامل ان شاء الله تعالى باذن الله، نفضح كامل هذه الامور، ونفضح هاد الناس اللي كيديروا هاد الاشياء وكيوهموا الناس بفرص عمل. ملي كيجيبوهم كيعرفوهم باللي انهم محتاجين الخدمه كيبقاو يستغلوا فيهم. كان هذا كل ما في هذا الفيديو، والله ولي التوفيق، ونتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم جديد القناه. وتحياتي لكم والى فيديو لاحق ان شاء الله.